السلام عليكم جميعا. أبو سباي يسلم عليكم. طبعا هذا تعقيبا على كلام غيث التميمي، كلامه صحيح. مال معاهدة فضيحة إيران جيت صحيحة، تكلم بها غيث التميمي، وخليه يسمع الصغير أكد له حوادث. أنا بالحرب العراقية الإيرانية أنا شفت صناديق مكتوب عليهن باللغة العبرية، فهمت؟ وبيها قنابر، ولعلمك أقول لك بالشغلة شلون إيرانيين عافوها وانهزموا والجيش العراقي سيطر عليها، ولقينا صناديق هواية مدبوبات، وخلنا أقول لك وين هسه موجودات همه، خاف ما تدري انت. تروح الى مجنون، منطقة مجنون، تل الشاكر، السوداء والبيضة، هاي كلها المناطق اللي اجوا الايرانيين واستخدموا بها هاي الاسلحة الاسرائيلية المكتوبة عليها باللغة العبرية. وكان القنابل اللي ما بيها صاعق، طبعا القنبلة الذبها ذب كنا نصيد بها سمك، همه استخدمناها نصيد بها سمك، لأن ما بيها صاعق، ما يطق الصاعق. من انتهت الحرب العراقية الإيرانية بقت مكدسة ومذبوبة بالصناديق كلها هاي موجودة. لعلمك يا الصغير، انت بعدك ذاك اليوم انت كنت تلعب يمكن بالخيل كنت تلعب، ما تعرف هاي الشغلات، لكن احنا ندري بها هاي الشغلات، ونعرف ايران جيت وشلون اسرائيل اطت الى الايرانيين اسلحة بذيك الفترة. اكو سلاح وصل من اسرائيل، فهمت؟ والسلاح اللي احنا عم حصلنا عليه الجيش العراقي يستولى عليه، وكان الايرانيين يخافون خوفة الحية من الحرس الجمهوري، فهمت؟ اكبر جبناء الايرانيين، خلنا اقول لك جبناء مالهم مثيل. العراق استلم اجى اخذ سلاح، اشترى سلاح، بس الايرانيين كان عندهم سلاح منين؟ اجاهم الصفقة من اجتهم من اسرائيل، اكو مبالغ مالية او شغلات ثانية، وهم راح تفاوضوا واخذوا سلاح من اسرائيل. وكلهم حتى ذولا، هاي العامري يعرف هاي الشغلة، العامري يعرف، وذول الجماعة اللي كانوا يقاتلون ويا ايران ضد الجيش العراقي. المهم، فهذا هو كل ما هنالك. انا اكد لك بان كلام غيث التميمي صحيح، لان احنا كنا بالحرب العراقية الايرانية وشفنا الصناديق المكتوبة عليهم بالعبري، والقنابل الهجومية والدفاعية احنا كنا شفناها هم، والقنابل كنا هم ظلنا نصيد بها سمك على مجنون من تال الحرب العراقية الإيرانية، لأن بدون صاعق تذبها رأسا القنبلة انفجر، ماكو بها الصاعق ينفجر وبعدين يطق الصاعق وبعدين ينفجر، لا، رأسا بالمباشر، فهمت؟ على كل، أبو سباي يسلم عليكم ومع السلامة اخواني.